طيب بسم الله كده نبدأ مع بعض الكورس بتاعنا ككراش كورس للسيلز كول اللي فيه هنتعلم ازاي نعمل successful سيلز كول مع الدكتور. خلينا بس كده في الأول نكون متفقين على حاجة إن السيلز كول دي أي راجل سيلز بيرسون ناجح شاطر في أي كان المجال اللي هو موجود فيه بيعمل سيلز كول. تمام. الاختلاف بس بيكون موجود فين؟ في الترمينولوجي او في الطريقه، في بعض الستبس ممكن تسبق او تتغير الترتيب بتاعها، ولكن ان جنرال كلنا او اي حد سيلز بيرسون شغال في مجال السيلز والمبيعات بيعمل سيلز كول. يعني زميلك البروكر في مجال الريل استيت وهو بيجي يبيع وحده عقاريه او بيت او فيلا بيعمل سيلز كول. الراجل واقف في اجانس عربيات بيعمل سيلز كول. حتى الراجل الشاطر اللي واقف بيبيع في الشارع او في الاماكن العامه بيبيع قلم او بيبيع ايا كان نوع المنتج، وهنشوف مع بعض فيديو لواحد من الناس البسيطه بيعمل فيري سكسسفول فلاش سيلز كول لراجل بيبيع اقلام. ازاي الراجل ده بالموهبه وبالفطره قادر ان هو يعمل حاجه زي كده؟ هنتعلم مع بعض في الكورس ده ازاي نعمل السيلز كول. طيب ليه الشركات لحد النهارده معتمده على الفيس تو فيس سيلز كول؟ هتقول لي طب هل الشركات تقدر توصل للكاستمر اللي هو بين قوسين احنا بالنسبه لنا اللي هو الدكتور؟ هل تقدر الشركات توصل للدكتور بشكل مباشر؟ اه وارد. وممكن كمان توصل للمريض بشكل مباشر. هنشوف ده ازاي؟ هنشوفه عن طريق مثلا البيل بورد. ايه هي البيل بورد؟ لوحات اعلانيه الشركات بتشتريها او بتحطها في الشوارع او في المولات او في الساحات العامه، وكمان بقينا نشوفها كمان في الصيدليات، انه ممكن بعض الصيدليات تغير اليافطه بتاعتها وتبقى موجوده او سبونسرد باي برودكت معين، سواء كان لبن او مسكن او حاجه للامساك او حاجه للحموضه، وات كان نوع البرودكت ده. وبيبقى هي ضامنه ان اي حد معدي في الشارع سواء كان دكتور او كان عميل يقدر يشوف ان المنتج ده للحاله الفلانيه. عندك صداع خد بنادول، عندك امساك خد دوفلاك، انت عندك طفل سنه من 6 شهور لحد سنه او سنتين خد له لبن هيرو بيبي، خد له السيميلاك، خد له بيدياشور وات ايفر. فبنشوف دلوقتي الموضوع دوت بقى منتشر جدا عن طريق فكره البيل بورد. طب هل كده بس؟ لا، ممكن الشركات برضو توصل للدكاتره عن طريق الايميلات وعن طريق الاس ام اس، ودي بتبقى كامبين كامله كبيره بالتنظيم مع الميديكال تيم والماركتنج تيم. ممكن تلاقيهم بيبعتوا سيريس من الايميل او من الاس ام اس للدكاتره دايركت، يبقى فيها بقى فيرجن 1 وفيرجن 2 وفيرجن 3. وبيبقى كمان الموضوع تطور انه ممكن يبقى فيه جيميفيكيشن او العاب او حاجات بينجيج بيها مع الدكتور عشان يخلوا الدكاتره يعني انجيج اكتر، وان هم يفتحوا الايميلات او يفتحوا الاس ام اس دي ويشاركوا، سواء كان بقى بلعبه او باسئله او بكويزز. وممكن بعدها ان هم يديهم زي اوورد في متمثله في ان هو ممكن ياخد لينك مثلا يوفر له اكسس على كورس معين او سيرتيفيكيشن معينه. وبقى الموضوع منتشر جدا. يمكن برضو بنشوف الموضوع دوت بكثره في دول الخليج، لان هو ممكن هناك اغلب الدكاتره يعني مفيش دكتور شغال تقريبا وات ايفر كان السبيشاليتي بتاعته ايه ما عندوش ايميل وما عندوش تليفون. احنا هنا في مصر يعني صدق او لا تصدق للاسف بعض الدكاتره لحد دلوقتي ممكن ما يبقاش عنده ايميل، او لو عنده ايميل ما بيفتحوش. فلما بيجي يتنظم موضوع الايميل كامبين ده ممكن تلاقي مثلا ان الاوبن ريت في مصر لا يتعدى ال 3% او ال 5%. بس وات ايفر هي طريقه من الطرق اللي الشركات بيقدروا يوصلوا بيها للدكاتره او للدايركت كاستمر اللي هو الدكتور، ويقول له ان تم توفير المنتج الفلاني، لو انت عايز تفاصيل اكتر افتح اللينك. احنا حابين نشير معاك استادي بتقول ان لو استخدمت المنتج بتاعنا في الحالات الفلانيه العيانين هيحصل لهم فاست ريليف بنسبه مش عارفه قد ايه. ده في جايد لاين جديده نزلت بتقول او بتسبورت ان الدواء بتاعنا او الماده الفعاله بتاعتنا بتكون مناسبه للحالات الفلانيه وهكذا. طيب هل بس كده؟ لا، الموضوع بقى تطور حديثا ان احنا بقينا نشوف حاجات شبه السوشيال ميديا موجوده بقى، يجيب لك سيلبرتي او ممثل او لعيب كوره. وكمان برضو ممكن مش بس على التلفزيون، بنشوفها برضو كمان على السوشيال ميديا في الفيسبوك او في اليوتيوب اعلانات. هتلاقي يقول لك مثلا ممثل ما كل اكله، الاكله دي عملت له مثلا حموضه، لما خد الدواء ده ارتاح. ممثل تاني او لعيب كوره او رياضي بيلعب رياضه معينه، فمن كتر ما هو بيلعب عنده مثلا بيعمل استرتشات فحس بالم فخد مسكن ارتاح او خد دهان ارتاح. او يجيب لك طفل مع ام في اسره، الطفل ده عشان ترتاحي وما يحصلوش اي مغص او اي مشاكل في الجي اي تي اديله اللبن بتاعنا، اللبن بتاعنا ده فيه كل العناصر الغذائيه اللي محتاجها. ويعني لب او سو اون في كل الاعلانات اللي بنشوفها دلوقتي ان الشركه بتوصل دايركت سواء كان للدكتور او كان للمريض.
زمان كان نفس الموديل دوت بيستخدم بس في صورة الصحف أو الجرايد أو المجلات، ولكن المجلات أو الصحف حاليا ما بقتش ليها صدى زي زمان، ولكن هي كانت طريقة من الطرق اللي كانت موجودة زمان. كل اللي احنا قلناه ده واكتر الشركات بقوا يستخدموه دلوقتي كوسيله ان هم يقدروا ان هم يوصلوا للعملاء. بس هم بيعملوا ايه هنا؟ بيعملوا ادفرتايزنج، يعني بيعملوا اعلان. الاعلان ده هدفه ايه؟ اويرنس، يخلق وعي ومعرفه ان في منتج اكس بيعالج الحاله الفلانيه. لكن هل ينفع ان العميل دايركت يروح يشتري، او ده بيدرايف سيلز بشكل دايركت؟ حالات نادره، يعني ممكن لو هقول 5%. واغلب الحاجات اللي واخده ابروفل بالقصه دي اللي احنا بنسميها الاوتو سي دراج او الاوفر ذا كاونتر، اللي هي الحاجات اللي ينفع الشركات تاخد لايسنس من الجهات الصحيه علشان تعرف تعمل لها دعايه بشكل مباشر للعميل. وهتلاقوا دايما الشركات مش بتتكلم على البيشنت بروفايل والسيمبتومز، لا هو بتحاول تعمل تمثيليه علشان العميل يفهم ان الدواء ده ينفع في الحاله دي بشكل اندايركت. في الاخر احنا بنتكلم على منتج صحي او منتج طبي. يعني انت ممكن تشوف حد يقول لك انا خدت الدواء ده مسكن، فاديه لحد تاني اقول له خد انا ارتحت عليه، ممكن ترتاح. ممكن اقول لك انا عندي حموضه فلما خدت المنتج الفلاني ارتحت، خده انت ممكن ترتاح. لكن هل ممكن تلاقي ده؟ مثلا انا راجل عندي ضغط، يعني والعياذ بالله، وربنا يحمي الجميع يعني ويشفي الجميع. هل مثلا قلت لك انا راجل عندي ضغط وانت كمان عندك ضغط، خد يا عم المنتج ده ترتاح عليه؟ ينفع اي كاتيجوري كده وخدها وخلاص؟ نفس القصه في السكر، نفس القصه يعني وربنا يعفو عن الجميع امراض الاميونولوجي والانكولوجي وكل التفاصيل دي. قطعا لا، ما ينفعش. احنا هنا بنتكلم على منتج طبي، ما ينفعش تقول وان دراج فيت اول وتبدا ان انت تعمل كده. كمان العيان مش هيروح للصيدلي دايركت ويقول له انا عايز المنتج كذا لعلاج الضغط، يعني ولا يمكن ده بيحصل شويه في بعض الاماكن يعني البسيطه في مصر، ولكن طبعا ده غلط جدا. لازم تروح لدكتور علشان هو اللي بيعمل بريسكريبشن. طيب هنا بقى يجي دور السيلز ريب، او هنا يجي دور حضرتك كميديكال ريب، ويجي اهميه شغلانه الميديكال ريب او كارير الميديكال ريب. ان انت بتقدم معلومات طبيه عشان انت بتعمل دعايه عن منتج طبي. المنتج الطبي ده ما ينفعش اغلب الحالات ان العميل او المريض يروح ياخده دايركت من الصيدليه، لازم يا اما يتكتب بوصفه طبيه زي مثلا ما بنشوف الموضوع دوت في ادويه الضغط والسكر، او ممكن برضو كمان في الانتيبيوتكس في دول الخليج او حاجات الانكولوجي والكلام ده كله، لازم بيبقى فيه استشاري وفي قرار متاخد علشان الشخص دوت ياخد المنتج ده، مش وخلاص، مش اي حد يروح ياخد اي حاجه. فهنا يجي دورك واهميه دورك ان انت كميديكال ريب بتقدم معلومات طبيه للدكتور، بتقدم ستاديز بتسبورت الكلام بتاعك ده، دراسات تقول ان الماده الفعاله دي مناسبه للحالات دي، برضه بتسبورت الكلام دوت او بتدعمه بجايد لاينز، بتبدا تقول لك والله ده اليوروبيان جايد لاين بتقول كذا، ده الامريكان جايد لاين بتقول كذا، ده الايجيبشن جايد لاينز بتقول كذا. ذا سيم برضه بتريبورت بقى لو في اي سايد افكت، او لو في اصلا سايد افكت معروفه وهي اوريدي ريبورتد، بتعرفها للدكتور عشان الدكتور يعرفها للمريض عشان يعرف ازاي يتعامل معاها، او ان هو يبدا يتاقلم معاها لحد ما يبقى الدواء ده بالنسبه للمريض توليربل، ما يبقاش في منه اي مشاكل. فاحنا هنا بنتكلم على منتج طبي ليه معلومات طبيه. لما انت تعمل السيلز كول دي وتقدم وظيفتك صح، بتبدا بقى تخلق مع الدكتور ما يعرف بالتراست او الثقه، اللي باي ذا واي هتدخلك على ان في بينكم بزنس ريليشن شيب. وانس ان انت قدرت توصل للقطه دي ان انت في بينك وبين الدكتور تراست وعملت مع البيزنس ريليشن شيب قويه، تبدا بقى تخش على التاثير على الدكتور. ودي يمكن دراسه اتعملت في جورنال اسمه ده ال دبليو دبليو. يعني سيبك من الجورنال، سيبك من المكان اللي اتعمل فيه الاستادي، ولكن هي بص بقى على الريزلت بتاعتها بتقول ايه. بتقول ان تقريبا اكتر من 65% من الدكاتره قراره عشان يبريسكرايب دواء بيتاثر بالفيس تو فيس كول. نفس القصه في دوله من اشهر الدول اللي يمكن تقريبا هي الماركت ليدر في مجال الادويه او في المجال الصحي، هي امريكا. اغلب الشركات هناك يمكن بتسيطر لوحديها على اكتر من خمس السوق العالمي في مجال الصحه. بيقول لك ان هم هناك بيريبورت اصلا السيلز كول، فلو ان تقريبا في سنه واحده بس في اكتر من 70 مليون سيلز كول اتعملت بميديكال ريب لاتش سي بي او الهيلث كير بروفايدر، سواء كان دكتور او صيدلي او وات ايفر. فاحنا بنتكلم ان شغلانتنا دي شغلانه مهمه، دور حضرتك جوه العياده مهم. مفيش حاجه اسمها تقول لي بقى طب ما نخلي الماركتنج دايركت يتفق مع الدكتور على اكتيفيتي، طب ما نعزم الدكتور ده على مؤتمر معين. مش ده اساس الشغلانه، هو ده جزء من الشغلانه وليك دور حضرتك فيه مهم جدا، ولكن تاثير
القرار على وصف الدواء او لا بيعتمد عليك انت كميديكال ريب. طيب ليه بقى الكورس ده؟ يعني لما انت تروح تتفرج على اي كورس موجود على اليوتيوب او اشتري اي كورس من الكورسات المدفوعه او وات ايفر اللي بتتكلم على السيلينج سكيل. في الحقيقه السيلز كول هو علم كبير، ليه نظريات كتير، موجود ليه اكتر من مصدر وليه اكتر من ريسورسز تقدر ان انت تذاكر المواد دي او تعرف الحاجات دي، ولكن نادرا ما هتلاقي حاجه خاصه بكارير الميديكال ريب، سواء كنت انت شغال في فارماسيوتيكال او نيوتريشن او كوزموسيوتيكال او حتى الدايجنوستيك ديفايس. يعني معاك منتج طبي ورايح لدكتور وتعرضه، عايز تعرف امثله حقيقيه، عايز تعرف مواقف حقيقيه ممكن تحصل، الوردنج والاكسبريشن الصح اللي تستخدمها، الستبس الصح اللي تستخدم اصلا مع السيلز كول مع الدكتور عشان تعرف تعمل سكسسفول سيلز كول. مش هتلاقي اصلا تريننج تailored على كارير ميديكال ريب، وعشان كده احنا بنوفر لك الكورس ده ان شاء الله اللي هنتعلم فيه الستبس بتاعه السيلز كول الصح جوه العياده. هتعلم فيه ازاي تطلع الكاستمر نيد، والكاستمر بتاعنا هنا هو الدكتور، وتبدا تتكلم بيشنت فوكس، ان انت هنا بنتكلم على بيشنت وان انت بتوفر سولوشن للدكتور. مش بنتكلم يا دكتور انا فلان الفلاني جاي ابيع لك المنتج كذا، لا، انا جاي اقدم حل لمريض بقابله حضرتك اون ديلي بيزس. فانا لازم اعمل بورتفوليو ابروتش في السيلز كول. في نفس الوقت ازاي اخلق حوار ونقاش مع الدكتور، فهنتعلم مع بعض البروبنج تكنيك، ازاي اسال وايه الاسئله الصح اللي ينفع اسالها وايه الترمينولوجي اللي اسال بيها علشان ما يبقاش السؤال اوفنسيف او الدكتور يحس ان هو قاعد في استجواب، او الدكتور ممكن يشوف بعض الاسئله بتبقى بالنسبه له irritant جدا ومش قابل ان انت تسالها له، فبدل ما انت بتسال سؤال تعرف بيه النيد بتاعت الدكتور، تسال سؤال تخليه يتعصب عليك، وقد يعني لا قدر الله ممكن هو يعني يمشيك او يطردك او يحطك بلاك ليست او يرفض زيارتك بعد كده. طيب ممكن نقابل برضو شويه اوبجكشنز، اعتراضات من بعض الدكاتره، هنعرف انواع الاوبجكشنز دي ايه وازاي نتعامل معاها. في نفس الوقت هنتكلم بقى على حته خاصه بالماركتنج شويه، سبيشالي هتبقى مهمه ليك في فكره اللونشنج، او انت ازاي تعمل لونش لبرودكت جديد او ري لونش حتى لو برودكت قديم. هنتكلم عن الايدا موديل، وهنتكلم اخيرا عن السبين موديل في طريقه برضو الاسكينج والبروبنج، وانك ازاي تخلق حوار بينك وبين الدكتور. كل ده ان شاء الله ومعلومات اكتر، وفي اكسرسايز كل فتره والتانيه او كل موديول والتاني هنتعلمه مع بعض في الكورس ده. لو انت وصلت لحد هنا فده ميعاد ان انت تحط لنا لايك لو الفيديو ده عجبك، واجهز لي النكست موديول عشان هنتكلم على حاجات فاندمنتال اساسيه عشان تخش تعمل سكسسفول سيلز كول جوه العياده. لازم الاول تكون عارفها قبل ما تفتح الباب وتسلم على الدكتور وتبدا تتكلم معاه في السيلز كول. فلو انت مستني الفيديو الجاي يلا بينا بسرعه نخش على موديول 3.